صباح الخير على الجميع. المرات اللي فاتوا يمكن اتكلمنا فيها على الشخص الموظف وازاي ان هو يقدر يزود دخله. المرة دي هنتكلم على النوع التاني وهو الشخص اللي معاه فلوس بس مش عارف يعمل مشروع او يشغل فلوسه ازاي. الشخص ده ممكن يكون فلوس وارثها او انه كان شغال بره مصر ورجع تاني عايز يستقر في مصر. هاعمل إيه؟ الشخص ده التصرُّف الطبيعي اللي بيعمله بيبُص على اللي حواليه، بيبتدي يشوف الناس نجحت إزاي. في قرايبي، في صحابي، في أصدقائي، ده فتح مطعم الموضوع نجح، يالّا بينا أفتح مطعم. ده عمل محل حلويات، يبقى نفتح محل حلويات. ده عمل مكتبة ونجح، يالّا بينا نفتح مكتبة. لأ. أنت محتاج الأول تدرس الدنيا وتعرف أنت عايز تعمل إيه وتشتغل في إيه، لإن كل industry ليها معدلات عائد على الاستثمار وليها مخاطرات مختلفة وليها مشاكل في التشغيل مختلفة عن التانية. فأنت محتاج الأول تحدد الindustry اللي أنت عايز تشتغل فيها وعايز تشتغل في إيه، استعين بناس تساعدك في ده. بس أول خطوات الاستعانة صح لمّا بتتنصح ويقول لك أنت لازم تعمل business plan. أنا هادفع في الbusiness plan لإنك أحسن لك تعرف إن الموضوع ده feasible والّا مش feasible من الأول، أبقى خسرت فلوس صغيرة بدل ما أخسر فلوس كتيرة ودخلت وحطيت استثمار. بس هل الbusiness plan لوحدها كفاية؟ لأ، دي أول الخطوات اللي بتقول لك أنت كده ماشي وفعلًا المشروع ده هيبقى كويس والّا لأ. بس هي بتجاوب على سؤال مهم جدًا، هو المشروع ده التوقعات بتاعته، الأرقام، محتاج استثمار قد إيه، هيعمل payback period أو هترجع لي فلوسي في خلال قد إيه. بس هل لوحدها كفاية؟ لأ. لإن في جزء تاني مهم جدًا ما بتجاوبش عليه الfeasibility study أو دراسة الجدوى، وهو الbusiness plan. المشروع ده الtactics بتاعتك، الstrategy بتاعتك، هتجيب الفلوس منين؟ هتتواجد في السوق وتبقى قوي إزاي؟ هتجيب الفلوس منين؟ الvalue proposition القيمة اللي بتقدمها في السوق عشان تقول للناس تعالوا واشتروا مني وأفضل موجود وموجود بقوة في السوق. ده ما بتجاوبش عليه الfeasibility study. عشان كده اعمل دراسة الجدوى واعمل معاها الbusiness plan. لقيت المشروع كويس، لقيت الدنيا مؤشرات بتاعتها قوية جدًا، استعين بناس عندها خبرة تساعدك في ده. يالّا بينا أنا داخل أنفذ في المشروع. نصيحتي ليك شارك حد يكون عنده النو هاو، لأن الشخص اللي عنده النو هاو عارف ومد إيده واشتغل وهيختصر عليك كتير قوي، وهيختصر عليك التراي اند ايرور وإن أنت تخسر فلوس في تجارب مع إنها هو عشان عنده نو هاو عارف يعمل إزاي. طب هشاركه إزاي؟ جيبه، ادفع له فلوس، مرتب، خش معاه بمرتب وجزء ستوك اوبشن، خش معاه بستوك اوبشن، في اوبشنز كتيره موجوده في السوق. نصيحتي ليك ما تخشش تشتغل وتشيل على عاتقك حاجة من أولها لآخرها وما عندكش حد معاه النو هاو فيها. أهم حاجة احسب الحسابات عشان تقلل الريسك والمخاطر بتاعتك، وأهم حاجة تانية صباح الفل وصنع في مصر.